فمن أعظم ما يصد عن الشرع هو الخوض والجدال والمراء، الخوض في علم الكلام، لأنه سبيل أهل الشقاق وأهل الهوى. والله عز وجل يقول: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فهذا دليل يلخص لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله، أن الواجب علينا هو الاستقامة على الكتاب والسنة، الإخلاص في ذلك، تصحيح النية، واجتناب البدع المضلة والأهواء، تصفية وتربية، تخلية وتحلية. فلا يستقيم للمرء اتباعه للكتاب والسنة وهو ممن يسير على طريق الخوض والمراء في علم الكلام والجدال في ذلك. لماذا؟ لأن هذا طريق يصد عن اتباع السلف ويصد عن الشرع عامة. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ثبت عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف. يعني الآن قال: لو كان الدين بالرأي لكان الذي ينظر يقول عندما يمسح على الخفين يمسح الذي فوق أم الذي تحت؟ قال: لو كان الدين بالرأي لمسحت الذي تحت، لأنه هو الذي يباشر الأرض، هو الذي يحتاج إلى مسح والتعهد. قال: لكن الأمر مبني على المتابعة. قال: لكني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. والشأن هو في الاتباع، والأمر هو اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. أما الرأي فلو كان المرء يتبع رأيه لخرج عن سبيل الهدى. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: لأن يبتلى الرجل بكل إثم عدا الشرك خير له من أن يبتلى بالكلام. فجعل أعظم الآثام بعد الشرك هو الخوض في الكلام، لأنه باب كل شر، فهو الباب الذي يقذف بالمرء إلى الكفر والشرك والبدع والضلالات. والسلف الصالح رضوان الله عليهم كما قال عمر بن عبد العزيز: إنهم عن علم وقفوا وعن بصر نافذ كفوا. فإذا وقفوا وقوفهم على علم، وإذا ساروا سيرهم على علم، وإذا قالوا بحجة، وإذا عملوا واعتقدوا عن دليل. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقولوا